طفل كان يشوف امه تسوي شيء غريب وقت الاكل، كل ما حطت لهم الاكل ما تقعد تاكل وياهم وتقعد تطالعهم من بعيد، ومره من المرات شافها بعد ما خلصوا من الاكل شالت الاكل وراحت تاكل الكميه البسيطه اللي بقت في مكان بدون ما يشوفونها، ورغم ان هالطفل كان عمره صغير الا انه فهم ان هالاكل كان الاكل الوحيد اللي موجود في البيت وما عندهم غيره. هني هالطفل راح ووعد امه وعد انه ما راح يخليه تجوع ابدا وراح يخليها تعيش احسن عيشه، وفعلا قدر ينفذ هالوعد في عمر صغير. هالطفل اللي نتكلم عنه هو بطل شيشاني الاصل وعاش حياته في السويد بعد ما هاجر لها في عمر 19 سنه. هالطفل وبطل قصتنا اليوم هو البطل المسلم حمزه شيمايف، واتوقع اغلبكم يعرفه او على الاقل شاف صورته. قصتنا اليوم ما بنتكلم فيها عن انجازات هالبطل لان انجازاته معروفه، واللي ما يعرفه يقدر يروح جوجل يدورها. في هالمقطع بركز على جزء مهم من حياته الشخصيه والسبب الرئيسي اللي خلاه يصير البطل العالمي اللي قاعد نشوفه اليوم. وكالعاده قبل لا نبتدي، اذا كنت اول مره تشوفني انا اخوك عبد الله العيد واقدم محتوى قصص ومواضيع منوعه، لا تنسى تشرفني باشتراكك في القناه عشان لا تفوتك قصصنا الجايه وحتى قصصنا القديمه. وحق الناس اللي مشتركه سامحوني على القطع الفتره اللي فاتت، كنت امر بشويه ظروف بهدلتنا شوي، لكن الحمد لله الامور طيبه الحين وان شاء الله راجعين لكم قصص قويه. بطلنا حمزه بعد ما شاف الوضع الصعب اللي كانوا عايشين فيه والتضحيات اللي كانت امه تضحيها عشانه وعشان اخوانه، وعدها انه راح يغير حياتهم للافضل، لكنه ابدا ما كان متوقع انه يصير احد افضل وابرز المقاتلين في جميع الاتحادات اللي لعب فيها، واكيد ابرزها اتحاد اليو اف سي. واكيد ما كان متوقع انه يحصل كل هالفلوس وكل هالخير في عمر جدا صغير. حمزه قال في احد المقابلات ان امه كانت تفكر فيه وفي اخوانه قبل نفسها، وهالشيء كان السبب الرئيسي اللي خلاه يوصل حق اللي وصلها الحين. لكن اكيد الصعود للقمه عمره ما كان سهل. حمزه كان من عائله فقيره جدا في الشيشان، ومن كثر فقرهم ما كانوا حتى يقدرون يعالجون الجرح اللي صاده في خشمه واللي صاده لما كان عمره سنتين عقب ما طاح من الدرج. هالجرح رغم انه سبب له مشاكل في التنفس، لكن العائله من فقرها ما كانت تقدر تعالجه وبقى على هالحاله لليوم. وبسبب مشاكل التنفس اللي يعاني منها في ايام كورونا صاده الفيروس وتعب وترقد في المستشفى لفتره طويله وتكنسلت فايتاته وصادته هوايد مشاكل صحيه بسبب هالشيء. في مراهقته وبسبب الحروب المستمره في الشيشان ووضعهم المعيشي الصعب قرروا يهاجرون للسويد وكان عمره 19 سنه. في وقتها حمزه كان يحاول يحصل له اي شغل بس عشان يشتغل ويساعد عائلته، لكن الوضع كان صعب بسبب انه مهاجر ومسلم، لكنه مع الوقت قدر يحصل له شغله عامل نظافه بس عشان يطلع له كم من فلس يساعد عائلته. وكان دائما في وقت فراغه يروح النادي، وكان مركز حبتين على سالفه الفنون القتاليه، لكنه اكثر شيء كان يلعب مصارعه. طبعا اتكلم عن المصارعه الصجيه مو اللي يخبركم، لكن وقتها ما كان يلعب عشان يصير البطل اللي نشوفه اليوم، لا كان هدفه بس انه يصير قوي عشان يقدر يدافع عن نفسه بسبب التنمر اللي كان يصير عليه بسبب وظيفته وملامح المهاجر اللي كانت واضحه عليه. وكل اللي يتابعون الفنون القتاليه بيعرفون ان حمزه عصبي وايد، وهالعصبيه موجوده معاه من صغرته. يعني لو احد تنمر عليه في الشارع سلمني على خشمه، بيروح السكراب يدور له خشم مستعمل. ومن حسن حظ حمزه انه كان عنده اخو اكبر منه، واخوه بعد معروف في عالم الفنون القتاليه، كان متخصص بعد في المصارعه. المهم ان حمزه في كل مقابلاته كان يقول انه يحمد ربه على وجود اخوه في حياته، لانه الوحيد اللي كان يعرف يهديه لما يعصب. يقول لولا اهتمام اخوي فيني كان الحين انا بتلقوني مسجون. بعد فتره حصل حمزه شغله ثانيه في احد المصانع، وفي احد الايام في اثناء فتره راحته راح حمزه غرفه طعام الموظفين اللي يروحون لها وقت الراحه، وكان التلفزيون مفتوح على مباراه قتاليه، وبحكم اهتمامه في هالسوالف قاعد يتابع. وهو يتابع سمع المعلق يذكر الجائزه اللي بيحصلها الفائز في المباراه، وكانت مبلغ وقدره مبلغ عود. هني حمزه حس انه يقدر يصير نفسهم ويقدر يحصل المبالغ الكبيره اللي قاعد يتكلم عنها المذيع، واكيد هالمبالغ بتساعده وبتساعد عائلته عشان يغيرون الوضع السيء اللي هم عايشين فيه. هني حمزه على طول قرر انه يستقيل من المصنع ويركز على الفنون القتاليه، وكان ما شاء الله عليه مقاتل بالفطره، كان قوي وسريع وما حد قدر يهزمه في السويد. بدايته نفس ما قلنا كانت في المصارعه بحكم انه هو يلعبها من زمان، لكنه بعد ما انتقل لمدينه ثانيه ودخل لنادي للفنون القتاليه المختلطه غير لعبته وتخصصه للفنون القتاليه المختلطه، وابتدى مشوار هالبطل في هالتخصص. حمزه بعد ما دخل بقوه في هالمجال كان حلمه انه يشارك باسم السويد في الاولمبياد، لكنهم رفضوا مشاركته بسبب انهم يعتبرونه مجرد مهاجر.
لكن هل يعتبروه مجرد مهاجر؟ رب العالمين كان كاتب له اشياء اكبر واحلى، ودائما عوض رب العالمين يكون احلى. بدايته العالميه كانت مع فريق سمو الشيخ خالد بن حمد، فريق KHK، وبعدها ياه الاتصال اللي يحلم فيه اي مقاتل في العالم من افضل واشهر اتحاد اللي هو UFC. وطبعا ما ندموا انهم كلموه لانه فاز في كل مبارياته وجمع مبلغ $1,000,000 في سنه واحده بس. انت في دوامك في السنه كم تحصل؟ وقدر يحقق وعده حق امه بانه يغير حياتهم، رغم انه دائما كان يقول ان امه تطلب منه انه يعتزل ويترك الرياضه بسبب خوفه عليه، لكنه دائما يعتذر لها ويقول لها اني بعتزل لما اصير البطل الاول في العالم ولين حصلت المبلغ الكافي اللي يخلينا نعيش طول عمرنا مرتاحين. رغم ان في كلام ان حمزه قرر يعتزل في سنه 2021، لكن بسبب قوه علاقته مع الرئيس الشيشاني قدر يقنعه انه يغير رايه. احنا في البحرين نحمد الله على وجود سمو الشيخ خالد بن حمد اللي كان سبب بعد رب العالمين في رفع اسم البحرين في هالمجال وفي هالرياضه، وقام بمجهود جبار عشان ينشر هاللعبه في البحرين وفي الوطن العربي، وكان سبب بعد رب العالمين ان احنا شفنا ابطال هاللعبه موجودين عندنا في البحرين وفي الخليج وفي الوطن العربي. وكان له الفضل بعد رب العالمين في تاسيس الكثير من البطولات في البحرين وفي الخليج وفي الوطن العربي، واللي كانت فرصه للاعبين العرب انهم يظهرون ويبرزون في هاللعبه. نتمنى التوفيق لهالبطل وكل ابطالنا العرب وكل الابطال اللي يمثلوننا ويمثلون ديننا بطريقه مشرفه. قصه حمزه تعلمك ان طريق النجاح دائما يكون صعب، لكن بالثقه في نفسك والاصرار والاستمرار ممكن توصل حق شيء ما كنت تحلم توصل له. فاذا كان عندك حلم اسعى عشان تحققه مهما كان عمرك ومهما كانت ظروفك، فربنا سبحانه وتعالى يشوف تعبك وما راح ينساه، وراح يعطيك مرادك اذا كان خير لك، وصدقني اذا ما كان خير لك بيعطيك اللي احسن منه. وهني يا جماعه وصلنا حق نهايه سالفتنا اليوم، اتمنى انها عجبتكم. مشكورين على متابعتكم، وانتظروا قصتنا الجايه باذن الله بتكون قصه قويه، ولا تنسون تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. واذا كان هالمقطع اول مقطع تشوفه لي، ترى في قصص وايد حلوه فاتتك في قناتنا في اليوتيوب، وفي سوالف حلوه وقصيره على التيك توك لا تفوتك، وحسابي في الانستغرام نحط فيه شي مقاطع ضحك وناسه شوي نغير لكم الجو. تابعني اذا انت تحب الفرفشه. كان وياكم اخوكم عبد الله العيد، نشوفكم باذن الله في المقاطع الجايه. فامان الله.